السلام عليكم حبيبتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحده التحليه اللي كتجي خطيره لا في المذاق ولا في الديكور ديالها. التحليه ديال اللوتس كتجي رائعه في المذاق ولا كل شيء ديالها ان شاء الله. ربي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تابعونا حتى الاخر وخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي هنا واحد الكميه ديال اللوتس، 300 غرام ديال كيك اللوتس اللي طحنته مزيان. عندي هنايا 500 ملل ديال الكريمه السائله، وعندي هنايا واحد الطاسه ديال العلبه ديال الجبن، وعندي هنا زبده اللوتس. دابا انا داك كيكس ديال اللوتس يعني ما عملت له لا زبده لا ولا، انا بغيتش نعدل له الزبده، بغيت يخليك القرمشه في القاع ديال الكيسان. ما بغيتش نعملو بحال التشيز كيك هيدا نعملو الزبده وناخذ، خليته عادي يعني عيد طحنته ما عملت له حتى شي حاجه. يعني دابا كنستفو في هاد القاع ديال الكيسان ديال ستفوه. صافي كنعمل 2 معالق حتى 3 معالق الا بغيتو تزيدو هدايا على حسب الكميه اللي بغيتو تعدلوا. هيدا تبان لكم كيجي المذاق ديالو رائع. هاد كيكس التحليه ديالو كتجي خطيره. صافي كنعمر كؤوس ديالنا نزلم جانبا. دابا نحضروا كريمه. عندي هنايا نص لتر ديال الكريمه، هي 500 مل ديال الكريمه ديال السائله، تكون بارده حتى يكون هذا البول يكون ما فيهش الماء مره، يكون ناشف مزيان. دابا غنطلعوها شويه. يعني الكريمه ما خاصنيش انا تطلع لي بحال الكريمه اللي غنعاد نحضروا بها الكيكه الطرطه ولا شي حاجه. يعني خاصني الكريمه تكون باقا ما تطلعش بزاف. دابا غنزيدو عليه هنايا واحد 2 حتى 3 معالق كبارين ديال جبن عادي. يعني يجيب لي اي نوع ديال الجبن يكون كريمي بحال هذا، اي نوع. تقدروا تعدلوا فيه كيري، تقدروا تعدلوا فيه لاباشكيلي، جبلي، يعني اي نوع. يعني عملت تقريبا 3 معالق كبارين ديال الجبن. صافي كنطلعوا كريمه، كنحاولوا نخلطوا الجبن مع الكريمه تطلع شويه. يعني سهله ما فيها لا فيها لا تماره حتى حاجه، دغيا كتحضر. دابا غنزيد هنايا واحد معلقه حتى 2 معالق ديال زبده اللوتس، هي اللي كتعطي واحد المذاق خطير في هاد الكريمه هذه. حتى الا كان عندكم اذا بخانيني ديال اللوز عدلو. تبخانيني كيعطي النكهه مزيونه في الطيب كريمه. انا ما كاينش عندي متوفر، عملت غير زبده اللوتس. صافي كنزيدو نطلعو كريمه طلع. ما خصهاش الكريمه تطلع يعني انا قلت لك ما خصهاش تطلع بحال الشكل ديال الكريمه اللي غنخدموها في الطرطات. شحال كتخدم يعني واحد 70% وصافي، يعني ما كطلعش 100%. صافي هي طلع الكريمه ديالي طلعتها. كتجي على هاد الشكل هذا، خصها تكون على القوام هدايا. صافي جيت واحد بوش وعمرته فيها. دابا كنستفو نعمر في كيسان. كنعمرو في الكيسان ديالنا اذا على الشكل هدايا. كتجي رائعه التحليه. عاد تجربوها تقيسوها مره ولا تبقى تفكروا تعاودوها مره ثانيه. كتجي رائعه لا في المذاق ولا في كل شيء ديالها. هاي كنعمرو الكؤوس ديالنا. ها ملي عمرت كؤوس ديالنا وعملتهم يبردوا حتى كيبردوا مزيان، كيعقدوا مزيان. كريمه خاصها تعقد. عاد كندوب ديك زبده اللوتس كندوبها
لا بوطه هيدا في لبوطه مذوبه. هذه الزبده اللوتس كاين فيها الانواع، انا جاتني فيها بحال اللي فيها كيكس ديال اللوتس مهرمش، كاين اللي كتجي بحال الزبده كتجي بحال الشكل ديال امن كتجي يعني ما فيها حتى حاجه. انا جاتني هذه فيها كيك ديال كيكس مهرمش، صافي عملت هذا كنزوق بها عيل فوق ديال كيس كؤوس ديالي. من احسن هاد التحليه تبات، من احسن تبيتوها تعاودوا تخلي واحد 2 سوايع في كونجيلاتور يعني حتى تعقد مزيان ديك الكريمه. عادك عملوا لها هاد الزبده ديال اللوتس باش كتزينها من فوقي. صافي كتجي على هاد الشكل هذا كنعمل بعدا معلقه عامره كنعدلها فوق الراس ديال التزيين هي التحليه ديالي كتجي على هاد الشكل هذايا. هي ملي ساليت عمرت الكؤوس كاملين ديالي وزوقتهم بزبده اللوتس. كيجيو على هذا الشكل هذا. زوقتهم بكيكس كان باقي لي شويه ديال الكيكس مهرمش مطحون وزوقتهم هدايا. عملت عليهم هذه الطريفه ديال الكيكس. التحليه ديالي كتجي رائعه اكثر من رائعه. كنتمنى تجربوها ويعجبكم الفيديو. تابعوا الفيديو حتى الاخر. خلي I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until